يا صباح الخير عليكي. من كام اسبوع كده ربنا رزقني بكتاب اسمه اطلقني. في الاول شفتها اتطلقي، قلت ايه كتاب اتطلقي ده؟ كان مرمي وسط كتب كده عليها عرض، تحسي ان المكتبة عايزة تخلص منهم. هو مش مشهور قوي زي كتب كتير مترجمة ومشهورة، زي مثلا كتب العادات السبع لأي حاجة في الدنيا أكثر فاعلية، أو محاط بالانتكاسات، أو محاط بالحمقى، أو محاط بالمرضى النفسيين. تفهميش ايه الكاتب التوكسيك ده اللي شايف نفسه فلة وكل اللي حواليه هما اللي فيهم مشكلة. المهم مسكته، فريت فيه، لقيتني حبيته من أول فرة. كأن الكاتب وهو بيكتبه كان بيفكر فيا، زي ما يكون كان قاعد بيني وبين نفسي وسامع حواراتنا الداخلية. سبحان الله، أرزاق ربنا بيسببنا في حياة بعض. فالحمد لله إن ربنا وفق الكاتب إنه يكتب الكتاب ده ويوصلني. كتاب أطلقني أو Let Me Out من نوعية الكتب اللي مش بتعرفي تسيبيها من ايدك غير لما تخلصيها، وفي نفس الوقت بتبقي زعلانة لما بيخلص، كأنه حد عزيز عليكي سافر. في كتب كده بتلمسني قوي وبتعلق بيها، فلما بخلصها بحط فيها وردة. أول كتاب عملت فيه كده كان ملامح داخلية بتاع توفيق الحكيم. الكتاب كان بيطرح تساؤلات عن حاجات كتير في الحياة وبيتفكر في أسبابها، فكان ممتع العقل جدا. تاني كتاب كان مذكرات رؤوف غبور، صاحب شركة غبور بتاعة العربيات. الكتاب ده بجد لازم يدرسوه للعيال في المدارس. الراجل كان مش طبيعي، قصته كلها عبر. حد ممكن يفلس عادي ويرجع مليونير تاني، يفلس تاني ويرجع مليونير برضه. مخه رهيب، رغم اني كان دارس طب مش اقتصاد. فتعلمت منه حاجات، فعشان كده حبيت الكتاب قوي. تالت كتاب كان اسمه الكتاب الذي كنت تتمنى لو قرأه أبواك. المفروض انه كتاب تربوي وكنت جايباه علشان اتعلم اربي العيال ازاي، بس طلع بيربيني انا. الكتاب ده ممكن اقراه كل سنة مرة، لانه فيه كمية تعافي من صدمات عاطفية وحاجات بتأثر على طريقتنا في تربيتنا لعيالنا. ساعات بنكبر مواضيع مع العيال مش مستاهلة تكبر اصلا ولا تبقى مشكلة، بس لان الموضوع ده مس حاجة جواكي او ذكرى معينة لسه بتضايقك، فتلاقي نفسك اتعصبت جدا. فبجد كتاب مفيد. ورابع كتاب بقى هو أطلقني ده. من اسمه كده واضح إن في حاجة محبوسة وعايزة تطلع. في الأول الكاتب بيطرح سؤال: ليه في ناس بتعرف تعمل أي حاجة بتفكر فيها وإحنا بط بلدي؟ أفكارنا وأحلامنا بتنزل في البلاعة وإحنا بنغسل وشنا الصبح. عايزة تخسي؟ ما تخسي، إيه اللي معطلك؟ عايزة تسوقي؟ ما تروحي تتعلمي وتسوقي، ليه بتأجلي؟ إيه اللي منعك تعملي أي حاجة أنت عايزاها؟ إيه اللي مقيدك؟ في صوت جوانا دايما بيتكلم عن نواقصنا وبيخوفنا نبدأ، بيقولنا كلام من نوع مش هنعرف، هنضيع فلوس على الفاضي، الهم اللي نعرفه أحسن من الهم اللي ما نعرفوش، ما أصلنا هنفشل برضو، يعني وأنا في السن ده أروح أتعلم؟ ما خلاص بقى راحت عليا. الصوت ده جزء أساسي من تكويننا النفسي، وظيفته إنه بيحمينا، فمش لازم نحاربه ولا نقضي عليه أو حاجة، لأنه جزء مننا. الجزء ده هو شعورنا بالخوف، وده إحساس طبيعي ربنا خلقه فينا عشان يبعدنا عن المخاطر. بس بسبب طوعيتنا للخوف الشعور ده كبر واستفحل وأكلنا، بقى عامل زي الدبة اللي أكلت صاحبها. هو اللي بقى من بره واحنا اللي بقينا جواه، جزء منه وبيتصرف مكاننا. الكاتب خلال الكتاب أطلق على الشعور ده اسم شخص، فاحنا هنسميه مثلا سيد. كل حاجة عايزة تعمليها سيد يقولك لأ، اوعي تعملي كده، اوعي تقولي كده، خليكي دايما في السيف سايد، اوعي تجربي، اوعي تروحي، اوعي تيجي، اقعدي هنا واعملي الحاجة اللي بنعملها كل يوم عشان ده الأسلم. فهو مش شرير، الراجل بيشوف شغله مش أكتر، لكن بيعمله بشكل مفرط. فاكرة القصة بتاعت الفيل لما قلتلك إننا مربوطين بسلاسل بسبب مواقف حصلت لنا زمان واحنا صغيرين؟ طلع إن سيد لسه عمال بيربطنا بسلاسل تانية حتى واحنا كبار، فبقينا زي ما نكون عايشين، بس الحقيقة إن احنا عايشين حياة كده على مضض، اللي هو عيشة تمشي الحال.
إنما رغباتنا وأحلامنا اللي بتعبر عن كياننا مش باينة من كتر السلاسل اللي مقيداه وعايز يخرج. طب حله إيه سيد ده؟ أخد له أنتينال؟ لا، ما هو غلط إن احنا نكتمه أو نتعامل معاه على إنه عدو. دي حاجة كده زي حواسك الخمسة، ما تعرفيش تعيشي من غيرها أصلا. فلازم نصاحبه وتاخدي صاحبك على عيبه. عارفة لما يبقى معاكي عيل خايف ينزل البحر وانتي تاخديه من ايده وتنزليه فيعيط شوية في الأول بس عشان منظره، وبعد كده يتبسط ويبقى مش عايز يطلع من المية؟ أهو سيد زي العيل ده. ما ينفعش تطوعيه في كل حاجة، فالأحسن تهوديه. قوليله هنجرب نعمل الحاجة دي، لو طلعت وحشة هنتفها. فالسبب إن في ناس بتعمل اللي هي عايزاه وناس تانية عايمة في مية البطيخ، إن هم أكبر من سيد متعايشين معاه وعارفين إنه بيقلق وبيخاف زي العيال فبيطمنوه. والحاجة اللي هتخلي سيد يسيبك في حالك هي انشغالك باللي بتحبي تعمليه. هو بيبذل قصارى جهده علشان يحرسنا وينقذنا من الخزي والهجر، ده دوره. بس احنا ساعات كتير بنساعده يسوق فيها. يعني يومنا ممكن يبقى مليان مهام غير ضرورية وممكن تتأجل أصلا. ممكن بدل ما تتعمل كل يوم أأجلها المرة في الأسبوع. شغل البيت مثلا حاجة بتشتتك بس عن اللي انت عايزة تعمليه وخايفة. أصل ما ينفعش اشترك في كورس التعافي ده وأسيب حلة المحشي مين يعملها، والهدوم مين يكويها، والبوتاجاز مين يلمع له عينيه. طب دراسة الجدوى عايزة واحد بتاع حسابات علشان يكملها، وأنا مشغولة دلوقتي بمرات فلان اللي طلعت هزقته والممثلة اللي اتطلقت واللي لبست واللي قلعت. عيب والله الهاري اللي احنا ساحلين فيه نفسنا ده، بدل ما نتسحل في فك السلاسل اللي حبسانا. طب ممكن تسألي هو أصلا ليه لازم أجاهد علشان أكون مميزة في حاجة معينة؟ ومش الأحسن إني أنتخ على الكنبة أتفرج على مسلسل وآكل لب وأبقى كافي غيري شري، وسيد يعمل اللي هو عايزه بلا خوة الدماغ؟ بصي، لو بتحاولي تبقي أحسن أو تطوري من ذاتك علشان تتحبي أو بتعملي ده علشان حد، فيبقى قعدة الكنبة أحسن. بس إبداعنا ده هو مصدر سعادتنا، وكلنا بنسعى للسعادة وده حلمنا الكبير. وفي حاجات لما بتحصل أو بنعملها بنوصل للسعادة دي. فعشان كده لازم نتعب ونهز طولنا. مفيش راحة بتيجي براحة الجسم، مفيش نعيم هتوصلي له بالنعيم. لا، لازم نتعب علشان نوصل للنعيم. ربنا ما خلقناش بالتكوين ده عشان نفضل قاعدين بروطات على الكنب. ما كنا كفاية نبقى بق وكرش وخلاص. بعدين الكاتب طول الكتاب كان بيدينا تمارين من خلالها نقدر نصاحب سيد ونبقى احنا اللي سايقين ونرجعه لمكانه الطبيعي. طب بس ايه هي بقى الحاجة دي اللي انا عايزة اعملها؟ في ناس كتير ما تعرفش هي عايزة تعمل ايه او عايشة ليه، وده عادي، ما تقلقيش. اللي مش عادي انك ما تسأليش نفسك ولا مرة هو انا عايزة اعمل ايه في حياتي دي. اولا حلمك ده او الحاجة اللي نفسك تعمليها لازم تكون محددة. بمعنى ما تقوليش ابقى بطلة العالم في الباسكت وانتي ما عندكيش ملعب تتمرني فيه اصلا. تاني حاجة، لازم الحاجة اللي انت عايزة تعمليها دي تكون حاضرة. يعني ما تقوليش بكرة ولا بعده هبقى اروح اتمرن شوية، لا، تقولي هقوم اجهز حالا وانزل اتدرب. تالت حاجة تكون صادقة، يعني نابع من جواكي، مش عشان بابا عايز كده او ماما عايزة كده او عشان جوزي يبقى مبسوط. لا، انا عايزة اعمل كده علشاني انا، لان اللي عايزة اعمله ده هيزود ثقتي بنفسي، هيخليني احس بمشاعر ايجابية عن نفسي، لاني كنت بحب ده جدا ونفسي اعمله. الفخر اللي بنحس بيه لما نعمل حاجة كنا عايزينها مش اننا عرفنا نعملها، بس إننا قدرنا نتغلب على صوت سيد اللي بيقعد ينقدنا دايما، وإن رغم التعليقات بتاعت الناس اللي حوالينا وإحباطهم لينا عرفنا نعمل اللي نفسنا فيه. وعلى فكرة، لو ناوية تعملي حاجة حاولي ما تقوليهاش لحد بيثبط من عزيمتك ويقولك إيه الهبل اللي بتفكري فيه ده، أو لازمته إيه يعني اللي هتعمليه، لأن سيد بيتغذى وبيقوى على أصوات الناس دول. ولو حد واحد بس ما شجعكيش على اللي عايزة تعمليه
ده بيديله حافز جامد جدا انك توقفي اللي بتعمليه. يقولك شفتي مش قلتلك انك هبلة وامك عارفة؟ عشان كده سيدنا محمد قال استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان. خدي بالك لو جربتي حاجة مرة وما نفعتش دي مش النهاية. نهاية المحاولات بتنتهي بنهاية عمرنا، مش بنهاية علاقة أو وظيفة. فطول ما احنا عايشين لسه نتيجة امتحاننا ما ظهرتش. ما اقدرش احكم على نفسي بالنجاح او الفشل طول ما انا لسه فيا نفس. بعدين الكاتب بيقول مش لازم حلمك ده يبقى حاجة خارقة أو عمل بطولي، إنك تكتشفي علاج للسرطان أو تنهي الحروب في العالم، رغم إنها حاجات مهمة ويا ريت لو ده كان حلمك، بس مش أول ما نشطح ننطح. مش يبقى سيد خايف إنك تبدأي في شغل جديد وإنت تيجي تقولي له يلا نغير العالم. لا، ابدأي اعملي كده قائمة بحاجات بسيطة نفسك فيها، بس أهم حاجة تكون محددة وحاضرة وصادقة. ممكن تتعلمي لغة، إنجاح علاقة، عايزة تكملي حياتك مع حد معين، تتعرفي على جيران جداد، عايزة تنزلي الشتوي وتدخلي الصيفي، عايزة تلمي البطاطين تغسليها، قومي دلوقتي اقلبي البيت عليه وطيه. عايزة تتعلمي السواقة دلوقتي دوري على مدرسة وروحي احجزي معاهم وانزلي اتعلمي النهاردة. عايزة أعمل عمرة، حلو، خدي خطوة لده. الأعمال بالنيات بس مش بالتمني. يعني ما تقوليش عايزة أعمل عمرة وتسكتي تستني بقى السما تمطر تذاكر طيران. طب ما أنا مش معايا فلوس أعمل عمرة وبدعي ربنا دايما يرزقني بيها. حلو، بس انتي قروبة ودقرمة وبتعرفي تحوشي مصاريف دروس ولبس عيد وهدايا عيد جوازك واوردر مش عارف ايه من شيئان والمصيف. طب ما تعملي بند للعمرة تحوشي فيه حتى لو كل يوم جنيه، بس تبيني أمارة لصدق نيتك إنك عايزة العمرة أكتر من المصيف اللي بتحوشيله. عايزة تحسني علاقتك بحد دلوقتي كلميه، ولو مزعلاه اعتذريله. أشوف إيه اللي مضايقه وبطل أعمله. عايزة أقطع علاقتي بحد مؤذي يبقى دلوقتي أقوله أنا مش هكمل معاك. بس الحتة دي صعبة. تحسي كده إن الكلام سهل، يعني موضوع إن أتعلم السواقة ولا أتعلم لغة جديدة أو أبدأ رياضة أو أغير شغلي أو حتى أستقيل وأريح دماغي، أو إني أعمل مشروع، أخد كورسات، أبقى كوتش، أروح لدكتور نفسي، أنط من طيارة، حتى أبيع ذهبي وأعمل بيزنس نفسي فيه. الحاجات دي كلها ممكن أبقى خايفة أبادر فيها، بس بشوية تمارين ممكن أنيم سيد وأعملها. بس موضوع العلاقات ده سيد هو اللي لازم يتصدر لي. يعني لو أبويا هو اللي مؤذي أنا هقطع علاقتي بيه إزاي؟ ألم هدومي وأسيب البيت؟ طب أروح فين؟ عند حد من قرايبي؟ طب ما هو هيجيبني تاني. ولو مفيش حد ألجأ له ينجدني أو حتى اشتكيله من معاملته ليا فيتكلم معاه ويخلصني، ساعتها هعمل إيه؟ فخليني مستنية اليوم اللي هيموت فيه وارتاح. أو إن جوزي بيأذيني أنا والعيال، اشتكيت لأهله قالوا لي احمدي ربنا على العيشة اللي انت فيها. اشتكيت لأهلي وقلت لهم عايزة اتطلق، رفضوا. محدش عايز يشيلني أنا وعيالي. نفسي أخد عيالي وأروح بلد تانية بعيد عنه، أعيش في شقة صغيرة، أشتغل وأصرف عليهم، بس مش هعرف أعيشهم في المستوى اللي هم فيه مع أبوهم. ولو نزلت شغل حتى وكان شغل كبير ساعتها أسيبهم فين؟ فخليني صبرة أحسن لهم. الكلام ده طبعا بره الكتاب، بس السيد اللي جوانا إحنا هو اللي مش عايزنا نتدخل عشان نرفع الظلم عن الناس دي. في ناس كتير مننا يعرفوا أسر بتعاني من معاملة أبهاتهم، ممكن جيران أو صحاب أو قرايب، بس بنقول وأنا مالي، خليني في حالي، ليه أجيب لنفسي وجع الدماغ؟ بس نصرتك للمظلوم مش وجع دماغ، إنك تفرج هم حد مش وجع دماغ، ده بالعكس. السكوت عن الظلم الصغير ده بيعرض المجتمع كله للظلم الكبير، والعينة بينة. الظلم دلوقتي بقى مدعم ومن حق كل مواطن. ازاي اختك تيجي تقولك جوزي بيضربني وبيهني وانت تقول لها مش هعرف اعملك حاجة، روحي اتصرفي؟ ازاي تبقى سامع اخوك مدور ضرب في العيال بالحزام وتقول ماليش دعوة، هو بيربي عياله وهو حر في الطريقة اللي بيربيهم بيها؟ ازاي تسيب صاحبك اللي مراته والدة جديد سهران معاك على القهوة لآخر الليل
وما تقولوش يروح يساعد مراته. عرفت واتأكدت إن أبوك بيتحرش بأحفاده وإنت ساكت. يا ريتها كانت بركت عليك وهي بتولدك. ناس بتروح ترفع أوزان في الجيم أتقل منها وخايفة ترفع الظلم. نرجع للكتاب تاني. في سؤال الكاتب بدأ بيه كتابه، وفي آخر الكتاب سأله تاني بعد ما المفروض تكوني عملتي التمارين اللي هو عرضها عشان يخليكي تكسري السلاسل اللي مقيداكي. السؤال هو: قبل ما أموت أنا عايزة أعمل إيه؟ قبل ما تموتي عايزة تعملي إيه؟ اكتبي دلوقتي اللي انت عايزة تعمليه في حياتك قبل ما تسيبي الدنيا، وحطي الورقة في حتة ظاهرة تبصي عليها دايما. طب مش عارفة انت عايزة إيه؟ اسألي نفسك السؤال ده كل يوم: أنا هنا ليه؟ إيه غرضي من الحياة؟ إيه اللي أضحي بحياتي عشانه؟ ليه أنا بصحى الصبح أصلا؟ إيه اللي عايزة صحابي يقولوه بعد ما أموت؟ ولو لسه برضو مفيش إجابة عادي، هتعرفي مع الوقت، بس استمري في طرح السؤال ده على نفسك دايما. هو أنا ربنا خلقني ليه؟ هو ربنا خلقنا كلنا علشان نعبده وننشر العدل ونعمر الأرض وندعو الناس للحق، بس ليه انت تحديدا مش حد تاني؟ ليه انت في المكان ده بالذات، في الزمن ده بالذات، وسط الناس دي بالذات؟ هقولك مثلا، لو ربنا كان خلق صلاح الدين الأيوبي في زماننا ده، تفتكري كان هيحرر القدس؟ غالبا كان هيكون في المعتقل دلوقتي. طب لو أحمد أبو زيد مثلا كان اتخلق في الثلاثينات، كان هيعمل ايه؟ راجل شغوف بالتعليم، كان ممكن يبقى مدرس حساب مثلا. أو نجيب محفوظ لو كانت خلق السنة دي، ما كانش هيبقى فيه تأريخ لملامح مصر الاجتماعية ولا دراسة لسلوك الإنسان المصري. فهمتي قصدي؟ فانت هنا في الوقت ده لسبب والله مش سبهللة. كان باشمهندس أيمن عبد الرحيم قال إن ربنا هيحاسب كل واحد فينا على قد مقدرته. انت ممكن تكون مقدرتك تعملي 50 حاجة، حد تاني مقدرته يعمل 10 حاجات. انت من ال50 حاجة دول عملتي بس 30، والحد التاني عمل من ال10 حاجات 9. حد تاني قدرته يعمل 5 حاجات بس ما عملش حاجة خالص. فانت قادرة تعملي ايه دلوقتي وقاعدة مش بتعمليه يا وليه يصحي للكلام؟ انا نفسي قبل ما اموت اعمل جمعية خيرية تنشر الوعي والثقافة، يبقى فيه تأهيل حقيقي قبل الجواز، ودورات تربية بقى وناس ما تتعبش عشان تميز الصح من الغلط. اقضي على الجهل، تبقى الكرامة اهم من اكل العيش. نفسي اعمل قانون ينص ان اي مولود يتعمل له بصمة وراثية نعرف من خلالها مين ابوه. ده هيقضي على الخطف، وان الاطفال تتوه ويستغلوهم في التسول، ومحدش هيرمي عياله في الزبالة. ونفسي اعيش في مزرعة، بيت صغير كده وسط خضرة، معايا كام فرخة على كام بقرة، أعيش حياة طبيعية. نفسي ما تعديش الكلام ده على ودنك وخلاص، وتفتكري إنك تيجي متأخر أحسن إنك ما تجيش خالص. ونتقابل تاني إذا شاء ربنا. سلام.